الناس اللي انت دايما بتحب تثق في رأيها دي برضو بتثق في رأيها وهتفضل ماشي وراهم، مش مشكلة، بس اتأكد ان ده رأيك. اقعد مع نفسك وفكر، وبعد كده قول رأيك الخاص، بعد كده شوف الناس دي بتقول ايه، بس كنت بعد كده هتتفق معاهم او لا. طبعا الموضوع ده عشان يبقى بشكل عملي اكتر انت تقعد مع نفسك، يفضل زي ما كنا بنعمل زمان، انت مثلا بتفتح الشباك كده اهو بيبقى نص ساعة. انا عارفة ان محدش بيستحمل يقعد مع نفسه 5 دقايق، بس حاول توصل لمرحلة النص ساعة دي. نص ساعة دي عامة نقدر نقول عليها اللي هي نوع من التأمل، او نوع من الهدوء، او اسمي بقعد مع نفسي شوية. نص ساعة، نص ساعة كده بقعد ما اعملش اي حاجة، بعيد عن النت، بعيد عن اي اصوات، بعيد عن التلفزيون، بعيد عن دوشة العيال، بعيد عن دوشة العيلة. تقفل على نفسك الباب كده وتقعد تفتح الشباك وإيه تقعد مع نفسك نص ساعة. هتفرق جدا، هتلاقي نفسك هديت، هتلاقي الدنيا بقت أحسن، نفسيتك أحسن. أنت في تلات أرباع الوقت ما بتلحقش تقعد مع نفسك اللي أهم شخص، اللي هو بياخد القرار، اللي هو بيفكر، اللي هو فيه كل حاجة، اللي هو معتمد عليه كل حاجة. أنت مبتقعدش معاه أصلا، مبتقعدش مع نفسك قد ما أنت كمان تستقبل في حاجات، بقى كل حاجة منهكة. فالنص ساعة اللي كان الناس بتوع زمان بيقعدوا يفتحوا الشباك وبيقعدوا وقت محترم كده قدام الشباك، الناس دي عشان كده كنت بتلاقيها رايقة بالرغم الضغوط، وبرغم كان أحيانا بيبقى في حروب في بعض البلاد، بس مع ذلك الناس دي دايما كانت بتبقى رايقة بصرف النظر. يعني كان الزمن جميل والأخلاق كانت حلوة، بس كان في روقان، في وقت بيلحقوا فيه يقعدوا مع نفسهم، في وقت بيلحقوا فيه يقعدوا مع بعض. فعلى الأقل مش هقول نقعد مع بعض، يعني هننظم الموضوع ده بعدين، بس على الأقل اقعد مع نفسك نص ساعة. دي أول حاجة. ماشي. تاني حاجة